خليني 64% من الاستحواذ. لو نفسر 407 تمريرة في المباراة، كيف نقرأ هذه المعطيات إن صح التعبير، من خلال أنه نيجيريا استحوذت على المباراة حتى إذا خسرت في النهاية؟ وإحنا تكلمنا على أنه أيضا فيه فلسفة جديدة، ليس من يستحوذ على الكرة هو الذي يفوز في النهاية. إلا أنه كيف نفسر هذه 407؟ هل هي في المتوسط؟ هل هي في مستوى عالي؟ أم أنه مستوى ضعيف 407 تمريرة فيما بينهم؟ يعني بالنسبة للمئوية وعدد التمريرات ودقة يعني التمريرات هي 72 يعني بالمئة من 407، نظن يعني نسبة عالية، عدد لا بأس به، لكن يبقى أنه استحواذ سلبي في هذا المباراة بالنسبة للنيجيريين، وين من 27 تسديدة إلا 4 في الإطار، نظن شيء قليل كثير، لأنه 27 يعني عدد كبير بالنسبة للتسديدات، لكن 4 فقط يعني اللي كانت في الإطار، نظن هذا يعكس سلبية مباراة المنتخب النيجيري اليوم ويعني والهزيمة. طيب نيجيريا ستلعب حظوظها في التأهل في المباراة الثالثة، ربما نفس السيناريو تاع المنتخب الوطني، لأن كلاهما راح يكون عنده مقابلة أخيرة، لو تعادل فيها المنتخب النيجيري أو يفوز راح يتأهل إلى. نساوش بأن المستوى اللي ظهر به المنتخب النيجيري مستوى عالي. تكلمنا في بداية الحصة 5 مرات بطل العالم، ربما 3 مرات وصل النصف النهائي، يعني فيه فروقات كبيرة من جانب المنتخب النيجيري حتى المنتخبات الأخرى. الآن والله كل المنتخبات الآن تعمل على المدى البعيد. لما تشوف الثورة اللي قامت في الاتحادية السنغالية في 2011، الآن ثمارها كلها راهي تنضج فيها الاتحادية السنغالية. المنتخب الأول يتوج بكأس إفريقيا، المنتخب المحلي يتوج بكذلك بالأمم الإفريقية للشان، كذلك المنتخبات الأخرى في الأصناف الشبان كذلك كلها توجت الآن الناس تعمل المدى البعيد. حتى نشوفوا الآن فرق أو المنتخبات اللي الآن تنشط في هذه الدورة، تشوف تنوع تكتيكي، تشوف فوارق كبيرة لنوعية اللاعبين. أنا بالنسبة لي عمل كبير في المجال التكوين الآن راهو في إفريقيا. حتى لما تشوف أنت منتخب السنغالي يعتمد على أكاديمية جينيراسيون فوت اللي عندها تعاقد مع ماتس، يعني هنا الناس راهي تعمل على المدى البعيد. لهذا أنا بالنسبة لي الكرة الإفريقية طورت، حتى فيه بعض المنتخبات بقات في ثقافتها وهي دائما الاعتماد على الشبان. أنا الكرة الآن أصبحت بدنيا وذهنيا، أصبحت كل العوامل هي اللي تدير الفارق. طيب هذا يحيلني أيضا سيد محمد زكريني، وإحنا في الكواليس نتابع في المباراة، تكلمنا على من سيتأهل إلى الدور المقبل. قلنا أنه الأول والثاني مضمون، هذه بالحسابات، ثم الثالث. كيف تحسب هذه العملية؟ والله كانت احسن مرتبه ثالثه، هي احسن. هنا درك راك حطيتني في واحد الموقع، ولكن الكاف بالامس شاهد معي يا ابراهيم بالسياله وبالقلم، يعني شيخ بالقلم وايضا امين بالقلم، ونحن نرافقهم. لا يلا. بالامس الاتحاد الافريقي بعث برساله لكل المنتخبات الموجوده كيفيه التاهل الى الدور القادم. كيفيه كانت مع الاول احسن مرتبه ثالثه، ولكن بعد خروج منتخبين فقط معنيين بهذه العمليه في منتخبين بطبيعه، وهي كاينه الفرق اللي تاهل الاول والثاني المجموعات الثلاث 6 منتخبات، 6 منتخبات زائد احسن ثالث. ولكن كيفيه اختيار احسن ثالث تغيرت. بعثوا برقيه بالامس للاتحادات الافريقيه، بكل صراحه لم اطلع عليها، ولكن عندي اللمحه هكذايا لا يحتسبون المباراه الثانيه. ما على باليش انا كيفاش ما يحسبوش المباراه الثانيه، لان فيه ما كاش عدل على المجموعه الثالثه، على جال المجموعه الثالثه اللي راحت منها جنوب السودان. كي راحت منها تسمى تغيرت كل المعطيات. يعني بكل صراحه ما عنديش بالضبط، انا متاكد انها
بعثوا بالأمس برقية لكل المنتخبات من أي كيفية التأهل إلى المباراة القادمة. الجزائر يكفيها نقطة واحدة تتأهل رسميا في المرتبة الثانية. طيب انت اعطيتنا الفكره، واحنا كصحفيين سنحاول ان تكون لدينا الفكره كامله، ونحاول ايضا كل هذه المعطيات تغيرت بسبب خروج جنوب السودان، وهذا لان من المستحيل تنتهي المرتبه الثالثه تاع جنوب السودان هما 3. كيفاش تدير هنا والفرق الاخرى فيها 4؟ لازم يكون عدل في مباراه لا تحتسب. اي مباراه اظن المباراه الثانيه لكل الفرق لا تحتسب وما على باليش يعني. انا اظن انه كلامك مليح على المنتخب تاعنا. لو نشوفوا المقابله اللي حتلعب بعد جنوب افريقيا مع زامبيا كلاهما انهزم في المقابله الاولى. لو يفوز في المقابله الثانيه يعني هنا في حسابات ربما لهذا. انا بالنسبه لي المقابله الثانيه لو ما تحتسبش يعني هذا المنتخبين ايضا لفريق اخر لمنتخبات اخرى ربما في حسابات اخرى. الشيخ ماهوش مطالع جيدا. لا انا اعطيك اللمحه. الفكره انه انا عندي المعلومه ان مباراه الجزائر مع الصومال لا تحتسب. انا نروح لك الى ابعد الحدود. انا مباراه الجزائر الصومال يعني انا اعطيك الفكره رسميا كي تكون عندك كيفاش يقولوا البيان تاع الكاف اللي بعثاته لكل المنتخبات. المهم انا في كل هذا ما يهمني هو انه فيه تفكير في عدم اقصاء اي منتخب، يعني حتى يكون عدل في اختيار المنتخبات الاثنين التي سترافق المنتخبات السته المتاهله بجهدها، يعني بالنقاط 6 مباشره. انا يعطيك الصحه لخصت كل شيء. بارك الله فيك. لكي ولا منتخب يظلم. هذه هي. طيب هذا فيما يخص العمليه الحسابيه. نعود للتحكيم ايضا في هذه في المباراه التي شاهدناها. بكل صراحه التحكيم في المستوى بدون اخطاء تحكيميه تذكر كنا نشوفه في المباراه ولا خطا. والفضل الكبير كذلك يرجع للمساعدين الاثنين وخاصه المساعد الثاني. لماذا المساعدين؟ لأن الشوط الثاني شفنا نيجيريا كلها في الأمام يعني ورفع عدة تسللات وكانت تسللات كلها صحيحة. يعني بكل صراحة اليوم شفنا تحكيم إفريقي الشبان، يعني هذا المالي دياكيتي، يعني بكل صراحة كان في المستوى ما دار ولا خطأ تحكيمي يذكر. كانت مباراة ما ننساوش لما يكون ثلاثي التحكيم في المستوى كل الأمور تمشي على ما يرام. طيب هذا فيما يخص التحكيم. فيما يخص أيضا المستوى العام نستمتع. مرة أخرى أجد نفسي مضطر على أني أطرح هذا السؤال في مثل المنافسات والمناسبات. أيضا من دون شك المناجرة كل أعينهم على هذه المباريات، وفي ربما من خلال وجودهم أيضا حتى في المدرجات فيها بعض اللاعبين. اعتقد انه كنا نقول العصافر النادره، هذه لا، هذه عصافر يجب ان تكون في فريقك او في طموحاتك يعني للتتويج باي لقب في المستوى الافريقي او حتى في الانديه على الصعيد الاوروبي. اكيد، ولا سيما ان الان اصبحت الانديه تاخذ اللاعبين في هذا السن، هذا 17 سنه رائع. اذا في بعض اللاعبين اللي يجلبوا النظر اكيد. ونظن ان موجودين المناجير بكثره حتى ولو ما يعرفوهمش الناس، ولكن موجودين وهما يتابعوا كبيره وصغيره. واكيد ان في فريق نيجيريا، فريق السنغال، وحتى في الفريق الجزائري في اسماء التي دونت، واكيد انه راح يكون المستقبل تاع اللاعبين هذا ان شاء الله يكون مستقبل مليح. فقط اريد ان ارجع على الشيء اللي شفناه في المقابله. يعني ظهر لي لعبه فريق يهاجم وفريق يدافع يعني، ولكن الفعاليه ما كانتش مع الفريق الذي هاجم والفريق الذي يعني دار المستحيل، دار كل شيء في المقابله الا فعاليه تاع تسجيل الاهداف. وهذا عدم الفعاليه عنده اسبابه، منها لان المهاره كاينه، المهاره وهو القدره على الوصول الى ذلك، قدره على الحركات معقده ولكن توصل امام المرمى، ولكن فن التنفيذ
لأن فيه القدرة على الحركة، وفيه فن تنفيذ الحركة. حتى المصطلح أنت استعملت فن. نعم، فن تنفيذ الحركة غير موجود عند اللاعبين النيجيريين، لأن فيه